قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا لم توجد في هذا المجال إخوة سلفيين، إذا كانت هناك بالفعل انتخابات حرة والأمور اتفتحت، مما لا شك أن الإخوان من أقرب الناس إلينا، ومما لا شك أن الإخوان نصرهم في الحقيقة نصر الإسلام. نحن لا نريد منصبا ولا زعامات. احنا في انتخابات النقابات والمحليات كنا بنقول للإخوة انتخبوا الإخوان على طول على طول، لكن في مجلس الشعب لا هناك تزوير، وأن هناك يعني فساد وإفساد، وفي النهاية النتيجة معلومة. النتيجة معلومة. إذن هذا تضييع للأوقات والجهود. لكن بالفعل إذا عشنا حرية كما يقولون، وهناك نزاهة وشفافية كما يزعمون، وأمكن بالفعل بمساعدتنا الإخوان أن يصلوا إلى الحكم، ما تضير، نساعدهم، ما تضير، هم ليسوا كفار، بل إن نعل الواحد الإخواني أحب إلينا من أمة من هؤلاء العلمانيين. ومن يدري لعل هناك يعني ثورة تكون في داخل الصفوف تشجعهم إلى أن يغيروا بعض الأنماط الفكرية التي تبنوها والتي آمنوا بها. يبقى زي ما هم بينفتحوا على اليساريين والقوميين والناصريين والليبراليين والأقباط، يعني صدورهم تتسع لكل الناس. من يدري لعل الواقع يثبت لهم بأننا كنا أكثر الناس إنصافا لهم ومن أكثر الناس مساعدة لهم. يعني احنا في هناك ناس كانوا يخشوا منصورة بلطجية، احنا منعناهم دخول البلد. طب البلطجية كان داخل منصورة يعملوا قد ربما يؤذوا ناس منهم. فنحن نعمل بصمت وسنزال نعمل بصمت إلى أن يذن الله تعالى. في هناك أي أسئلة شفوي؟ نعم مخيفة. أعاذنا الله تعالى من أن نكون من أهل الدنيا. الإخوان تصريحاتهم مخيفة لأنهم مرصودون. النصارى بيرصدوهم بشدة، وأمريكا بترصدهم، والأحزاب العلمانية بترصدهم، فهم عاوزين يطلعوا حاجات تحاول يعني يلملموا الأمور وما يخوفوش الناس. فلعل ذلك هو الكائن. لكن احنا خلينا احنا بقى ايه وشنا مكشوف. خلينا احنا بقى احنا ايه الفزاعة. واخد بالك ازاي؟ لان لابد برضك يفزع، لابد يخاف. يبقى ناس تطبطب وناس تدعي على القفا، ناس كده وناس كده. واضح كده؟ واحنا نرقب الاحداث، يعني نحن نرقب الاحداث، واحكامي ليست نهائية. يا اخواني قلت لكم كثيرا بان الفتاوى في زمن الفتن، الفتاوى دي بتبقى ايه يعني متطورة او متغيرة، فيمكن يكون هذا رأي الآن، ممكن يكون بكرة او بعدين رأي يختلف، فليس هذا تناقضا ولا اختلافا. وقلت لكم بأن الرأي التالي يكون سابقا، يكون ناسخا للرأي السابق.